أسطورة سوريا الجديدة، واحد من أمهر لاعبي كرة القدم المستقبليين، امتلك مهارات بعمر المفروض شباب كرة القدم يلي بالثلاثينات يمتلكوها. حقق العديد من البطولات المحلية والوطنية، ووصل اليوم لمكان رح يفتح له آفاق النجومية والعالمية. مين هالشاب وشو قصته وكيف قدر يحقق كل هالإنجازات وهو بهالعمر؟ مرحبا، أنا اسمي أحمد الحافي، عمري 14 سنة، من سوريا ابن الشام. بعشق شيء اسمه كرة القدم لحد الجن، واليوم إن شاء الله رح تسمعوا قصتي من الإعلامية ريم خليل. بعمر ال7 سنين ظهر عند أحمد شغف وحب الرياضة، اختلف عن باقي أقرانه من الأطفال اللي كانوا يشوفوا أبطالهم هن سبايدر مان وباتمان. تأثر بخاله بطل ولاعب الريشة بالإضافة إلى عمه لاعب كرة القدم، وصار يرافقهم ويمارس معهم هالأنواع من الرياضة. تعلقت بكرة القدم من صغري، وكنت بتابع كثير نجوم كبار مثل كريستيانو رونالدو لما كان بريال مدريد، ولحد الآن بتابعه بالنصر السعودي، ولهلا هو لاعبي المفضل. اكتشف موهبة أحمد الفريدة بال2018 الكابتن محمد القادري، وهون بلش مشوار أحمد مع أكاديمية فارس الشام. خاض مع فريقه أول بطولة وحصلوا على المركز الأول ببطولة دمشق، ليتكرم كأفضل لاعب من اتحاد كرة القدم وهو بعمر 10 سنين بس. انتقل بعدها لنادي الوحدة ليخوض تحدي جديد كونه أصغر اللاعبين، وكان ضمن منتخب دمشق فئة الأشبال، وحقق بطولات تانية بعمر 11 سنة. وبنهاية 2020 انضم لفئة الناشئين ولمع نجمه بين اللاعبين. واحد من أسباب نجاحه لأحمد هو دعم عائلته له. سعيت ورح أضل أسعى كرمال أحمد، لأني أنا مآمن بموهبته هو وصغير، وكرمال هيك رح أكون له السند والدعم بكل طاقاتي لحتى يصعد لحلمه وللنجومية والعالمية اللي هو بيحلم فيها. ومثل ما ذكر أحمد سابقاً، من شدة تعلقه بكريستيانو صار يشبهه بكتير شغلات: الحركات، الشكل، المهارات، وحتى دوره باللعب كظهير أيسر. استدعى بعدها الكابتن أحمد قدور بال2023 ليشارك ببطولة بقطر، وهون كانت حرفياً انطلاقة أحمد الحافي. ب26 الشهر الماضي انضم لبطولة الأكاديميات العربية، خاض 4 مباريات وسجل خلالها 10 أهداف رسمية، وهدفين أيضاً بمباراة ودية مع نادي الخور، ليحصل بعدها على لقب أفضل لاعب بالبطولة ويلمع نجم أحمد بكل المباريات. بالإضافة إلى أنه لفت نظر أهم المدربين والكشافة وحتى الأكاديميات بقطر، وبلشت تتهافت عليه العروض من كل الأندية. لعبت بأقصى طاقتي وطلعت كل مهاراتي اللي تعلمتها بهالفترة، الحمد لله بتوفيق من رب العالمين ورضا أبي وأمي علي، قدرت أن أحصل على أفضل لاعب بالبطولة الأفرو الآسيوية اللي قامت من الخطر. واليوم أحمد رغم صغر سنه إلا أنه أثبت جدارته بالموهبة الكبيرة اللي بيمتلكها، وانضم هلأ لنادي الريان وصار يعامل كمعاملة اللاعبين المحترفين. الهدف يصير مثل النجم كريستيانو رونالدو وحقق نجاحات كبيرة بالمستقبل. ما رح أوقف ولا رح أتكاسل، لأنه طموحي وهدفي كبير وأدخل إن شاء الله إنه أوصل. اليوم عم نشهد عصر جديد من الشباب المحترفين، وقصة أحمد اليوم أكبر مثال وحافز لكثير من الشباب ليحققوا طموحهم. شاركوا قصة بطلنا السوري أحمد الحافي بكل مكان، وهي كانت قصة نجاح سوري اليوم. نشوفكم بقصص نجاح أخرى. سلام.